السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناة يوميات إيمي. احنا النهاردة مع بعض في جولة داخل مدينة حلوان. مدينة حلوان تبع محافظة القاهرة، وهي طبعا مدينة حلوان هي ضاحية من أكبر ضواحي القاهرة، وهي أكبر ضواحيها مساحة، موجودة في أقصى جنوب القاهرة. حلوان طبعا من أقدم مدن مصر. هي كانت في الأصل أصلا مدينة فرعونية، موجود فيها أقدم سد مائي في التاريخ. موجود فين؟ موجود في منطقة وادي حوف. طبعا عايزة أقول لكم إن مدينة حلوان بتتميز بحدائقها الجميلة والشوارع الواسعة والعمارات كمان المنظمة المرتبة، اللي يعني فيها شكل منمق، مشهورة بيها. والأشهر الحدائق اللي موجودة هي حديقة اليابانية، ده شكل الحديقة اليابانية من الداخل. كمان موجود سلسلة مطاعم كبيرة جدا جدا، فروعها كلها موجودة في جميع المحافظات. موجود طبعا عندنا حاجات كتير زي مثلا كنتاكي وزي ماكدونالدز، وزي خير زمان. في مطاعم كتيرة جدا جدا. ده شارع منصور يا جماعة، اللي ساكن في منطقة حلوان هيعرف ان هو شارع منصور من اشهر الشوارع. والشارع دوت جنب الكابرتاج، وبيقال عليه ان هو ايه الصينية. ده شكل اهوت موقع كنتاكي فرع حلوان. ودي كمان متحف الشمع. متحف الشمع كان يميز هناك بس مغلق دلوقتي. والصورة ديت لعين حلوان. طبعا تشتهر حلوان بعيونها الكبريتية، ويذكر ان اهمية مياهها هي ظهرت في زمن عباس باشا الاول، وده عندما اصيب رجال الجيش بمرض الجرب، وبعد اغتسالهم يعني بالمية الكبريتية اللي هو مركز كبرتاج علاج الروماتيزم. فمن هنا اشتهر المية الكبريتية. ده ألبان شاهين، ده داخل مدينة حلوان. وهنا بقى دي الشوارع اللي هي داخل مدينة حلوان. واحنا ماشيين كده دلوقتي هندخل على منطقة اسمها منطقة صلاح سالم. دي مدرسة صلاح سالم الثانوية، وطبعا دي من أشهر المدارس اللي موجودة داخل مدينة حلوان. وبعد ما هنخلص المدرسة هندخل على طول على مساكن صلاح سالم. دي المساكن طبعا قديمة جدا جدا ومستهلكة جدا. زي ما انتم شايفين اهو، في ناس كمان بتحاول ان هي تجدد في شكلها، لكن طبعا يعني هي فعلا قديمة جدا. هندخل بعدها على جمعية السمك. جمعية السمك دي اللي موجودة، اللي هو الكشك الصغير دوت. طبعا زي ما انتم شايفين بقى ايه عربيات الفول. الشارع اللي احنا ماشيين فيه دوت ده شارع شريف. شارع شريف برضو من اكتر الشوارع المميزة ومشهورة جدا جدا في مدينة حلوان. ده نادي الحرير يا جماعة. نادي الحرير طبعا برضو من الأماكن المشهورة. هنخش بقى على بعض المحلات وسلسلات المحلات، زي مثلا كوافير محمد. كوافير محمد برضو من الكوافيرات اللي هي المشهورة. وفي طبعا بعض المحلات المختلفة. احنا ماشيين مع بعض اهو واحدة واحدة. ده كان من اول بداية شارع شريف لحد النهاية خالص، واحنا بنقضيه مع بعض وبنتفرج فيه مع بعض. شايفين شكل كده العمارات. عمارات طبعا يعني في منها طلع ابراج وفي محلات من تحت زي ما انتم شايفين. طبعا حلوان اتغيرت خالص خالص. كانت زمان شكل ودلوقتي حاليا هي شكل تاني خالص. اللي قاعدين عليه دلوقتي هو اولاد رجب، ثم ماكدونالدز. ده شكل اهوت مبنى ماكدونالدز. شايفين الشارع طبعا دوت في كذا مول، في زي صفا مول. وكمان هنخش دلوقتي على صيدليات بقى العزبي. وكمان هنخش على فرع البنك الأهلي، فرع اللي موجود في حلوان. وكمان في هيقابلنا حالا
اللي هو ايه بقى، ايه، محل الأحذية بتاع بابا علي. محل أحذية بابا علي بقاله سنين السنين، طبعا مشهور جدا جدا. احنا كده خلاص قربنا ندخل على فرع حلوان بتاع اللي هو البنك الأهلي. طبعا هنلاقي على ايدينا اليمين في صيدلية عزبي واحدة كمان اهي. وطبعا يعني عايزه اقول لكم احنا عندنا حلوان كلها محلات كتيره ومتنوعه ومختلفه جدا. ده البنك اهو يا جماعه، ده البنك الاهلي. وبعدين الشارع اللي طالع منه التكاتك دوت اللي هو شارع المحطه. هنخش بقى دلوقتي كده على موقف توشكا. هنمشي في الشارع ده زي ما انتم شايفين. كل الشارع دوت بالليل وبالنهار بيكون ناس فرشة بقى في الشارع، وبتكون شكله عامل زي العتبة، لان هو ده المكان الوحيد اللي بيكون بيتباع فيه بعض الملابس والأحذية. ده هو يا جماعة، ده السوق بتاع توشكا. وده كده صورة من قدام محطة مترو حلوان. شايفين الناس بيبقى يعني حاطين الملابس والأحذية. ده فرع رنين اللي عندنا في حلوان. هنا بقى الجزء دوت يعني احنا صورناه واحنا جايين من شارع شريف. احنا هندخله دلوقتي مع بعض. ده كده هنخش من قدام ماكدونالدز. كانوا بيوضبوا شوية حاجات في الشارع كده، الشارع مكسر شوية. شايفين ده كده فرع ماكدونالدز. وكمان هنلاقي في اولاد رجب موجود، وفي صفا مول واضح معانا اهو في الفيديو. كمان في عندنا مول تاني، واسمه المول ده اسمه دارك، وهو موجود عنده حاجات كتيرة جدا متنوعة. ان شاء الله هبقى اخش مرة اصور لكم فيديو واوريكم الحاجات اللي موجودة جوه يعني المول دوت. هنا دي لقطة كده حبيت اصورها لكم بالليل برضو. يعني احنا عندنا زي ما قلت لكم فروع كتير جدا جدا وسلسلة كبيرة جدا من المحلات. زي ما انتم شايفين جونيور بقى وكوتونيل. دي كمان يا جماعة دي عصارة، الناس بتقعد عليها بالليل وبيبقوا عاملين قعدات حلوة قوي قوي بالليل. يعني ارجو ان انتوا تكونوا ايه يعني مستمتعين بجد بشوارع حلوان بالنهار وبالليل. كل ما ان شاء الله هنزل هحاول اعمل لكم جولة مختلفة علشان خاطر تكونوا على دراية. ده المعرض السوري. المعرض السوري ده بيتعمل عندنا في حلوان في اكتر من منطقة. هو دلوقتي مقره جنب العصر الحديث، يعني جنب محطة مترو حلوان. ويعني طبعا انا نفسي بجد انتوا تيجوا تزوروها، لان المكان فعلا عندنا جميل. تحسوا بالونس، تحس بالاعياد والمناسبات. الاعياد عندنا والمناسبات يعني في حلوان بجد هتحس كده بونس فظيع، وتحس بألفة في الشوارع، خاصة طبعا يعني في شهر رمضان بيكون يعني الدنيا جميلة جدا جدا بالزينة بقى والفوانيس. احنا كده يعني معدين من قدام المدرسة، وهنعدي كمان على مستشفى اسمها مستشفى أمان. اتمنى ان يكون الصورة واضحة داخل الفيديو، واتمنى كمان ان انا اكون يعني عرفت اجيب لكم كده يعني قدر المستطاع بعض لقطات لشوارع حلوان. طبعا مش هي الشوارع كلها، بس انا جبت لكم الشوارع اللي هي المشهورة اللي فيها محلات كتيرة اللي حوالين محطة المترو. اللي منزلش بقى حلوان يحاول فعلا ينزلها، لان هي فيها اماكن كتيرة جدا للفسح. فيها اماكن كتيرة جدا تقدري تشتري منها احذية، وتقدري تشتري منها ملابس. فيها اسواق كتيرة، فيها اذواق كتيرة، فيها حدائق، وفيها اماكن فعلا تستاهل ان انتي تجيها وتزوريها.
وزي ما قلت لكم ان كمان فيها سلسلة مطاعم كتيرة مختلفة موجود فروعها في كل مكان. وده كان فيديو بتاع النهاردة، ودي كانت جولتنا. لو عجبك الفيديو بتاع النهاردة ما تنسيش تعملي لي لايك وشير واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.